تكون المباراة الأعظم في تاريخ حسام حسن كمدرب. حسام حسن النهارده تفوق على نفسه وفاق كل التوقعات، والناس اللي بتشكك فيه ادوا الراجل حقه. الراجل النهارده بان شغله، وبان ان هو قاري المباراه كويس، وبان ان هو محضر لمنتخب الكوت ديفوار كويس. ما شفناش منتخب الكوت ديفوار كتير باستثناء كرات عرضيتين اللي منهم الجونين بسبب خطأ تمركز، واتمنى يكون في معالجه للكرات العرضيه. كابتن حسام حط المباراه باين عليه الارهاق، باين عليه التركيز، باين عليه ان هو شايل مسؤوليه. اللقطه كلها شفناها وممكن اعرضها لكم دلوقتي. ندي للراجل حقه وندي لكل ذي حق حقه. منتخب مصر رجاله، بس كان معاهم مدرب كويس صاحي واعي، قدر ان هو يدي للعيبه الروح وقدر يدي للعيبه الثقه. ما تقوليش بقى لعيبه محليه، ما تقوليش لعيبه محترفه، لعيبتك رجاله. ده اللي تقدر تقوله، مش لعيبه محليه. تقدر تقول ان لعيبتك رجاله، ومدرب راجل، مدرب واعي، مدرب قدر يخلي اللعيبه تطلع 200% يتقاتلوا على كل كوره. مباراه كبيره من اللعيبه، ومباراه كبيره برضه للكابتن حسام حسن. منتخبنا رجاله، مدربنا مدرب كويس، كل الثقه وكل الدعم فيما هو قادم.